تحديدا سنة 1960 في سويسرا بيتولد الهيثم هابل، وهابل ده ابن الصقر، واتولد معاه أخوه الصقر التاني، وبعد كده هينافسوا على العرش. وطبعا مش هابل بس اللي ليه منافس، أبوه كمان. المنافس الأول هو كيلر، وده صياد عايش في الغابة وبيصطادهم عشان ياكلهم أو يبيعهم. والمنافس التاني هو صقر قوي جدا، وبيتخانقوا مع بعض وبيموت صقر منهم اللي هو أبو هابل، وبيسيب ابنه هابل ومراته لوحدهم وأخوه التاني. وفي نفس الوقت بيظهر لوكس، ده طفل بيعيش مع والده في الغابة. والطفل لوكس ده بيعيش في الغابة مع والده، مشكلة بينه وبين والده بسبب موت أمه، ودي هنحكي عليها بعدين. وفي نفس الوقت بيجي الصقر وأخوه ما بيستنوش لما بيكبروا وبعدين يتنافسوا، فأخوه وقعه من فوق صخرة عالية جدا، لو أي بني آدم وقع من فوقها جسمه هيتفتت كله، لكن الصقر وقع فوق الشجر وعشان كده ما جراش ليه أي حاجة، وبيقع على شجر كتير والحمد لله ما بيجراش ليه أي حاجة. أمه بتفضل إنها تساعد اللي ما وقعش عن اللي وقع في الغابة، وطبعا بيكون مطمع لأي حيوان في الغابة. وبيجي الطفل لوكس وبيصعب عليه وبياخده وبيدفيه ويغطيه بالجاكيت بتاعه، وبيعمله من المخدة بتاعته عشة صغيرة وبينام، وبيسرق أكل من ورا والده وبيأكله، وتقريبا كده هيكون هو صديقه المفضل والوحيد. وطبعا كل ده من ورا والده. وبيفرح الراعي بتاع الغابة واسمه دينجرز إن لوكاس أصبح ليه صديق بعد والدته ما توفت وكان منطوي وحيد. وبيقول له الراعي لازم الصقر يتعرض للشمس فترة طويلة عشان ريشه يطول بسرعة ويعرف يطير. وفي يوم بينسى لوكاس المزرعة بتاعت والده بابها مفتوح، فبيدخل ذئاب كتير وبتهاجم الفراخ وبتقتل. وبيرجع لوكاس البيت وبيطلع صورة والدته وبيفضل يبص عليها لأنه مشتاق لها. وبعد كده بيقرأ في الكتاب المقدس اللي الصورة موجودة فيه، وبيلاقي قصة قابيل وهابيل، وبيسمي الصقر بتاعه هابيل، خاصة بعد أمه ما بيشوفها بتأكل أخوه كل يوم، وكل يوم بيكبر الصقر اللي فوق الصخرة، إنما هابيل المسكين مفيش حد بيعمل له حاجة ولا بيأكله، بس هو كل يوم بيجيب له أكل وبعلمه الطير. وبيجي الراعي بتاع الغابة وبيقول له لسه شوية على ما يطير لأنه لسه صغير وريشه، وبيقول له أنا قلت لوالدك واستسمحته إنك تعيش بيه في البيت، وإن ده هيكون أفضل من الكوخ المفتوح اللي كل شوية الكلاب بتخشه. وفي نفس الوقت مامة الصقر التاني بتعلمه إنه يطير وبترميله الأكل في الهوا عشان يتعلم إنه يفرد جناحاته ويطير ويجيب الأكل. فعلا بعد مرة واتنين وتلاتة بيقدر إنه يطير وياخد الأكل بنفسه، يخلي لوكاس إنه يعلم الصقر التاني. فبيجي لوكاس وبيرفع العشة بتاعة الصقر وبيربط الأكل بسنارة عشان يتعلم يطير ويجيب الأكل بنفسه، لكنه ما بيعرفش يفهمه لأنه فهمه ليه مش هيكون زي فهم مامة الصقر التاني. صار إنه يطير. تاني يوم الصبح بيفضل قلقان عليه ويفضل ينادي عليه لحد ما بيجيله، وبعد ما بيجي بيجري وهو فرحان عشان يروح له، وطبعا طار فوق في السماء. وكمان دي غريزة في الصقر بتخليه عايز يصطاد أكله بنفسه، وبيطير الصقر ويحاول يصطاد سناجب، ولكن بيحاول يصطاد بنفسه وبيطير وبيحاول يمسك سنجاب بس بيفشل في الصيد. بعد كده بيحاول يمسك ظبي، بس مامة الظبي بتجري وراه وكانت هتنطحه بقرونها. الموضوع ده كان هيكلفه حياته. وفي حاجتين بيطردوه، الصياد اللي طبعا لوكاس خايف من بندقيته عليه لا يقتله، والتاني خطر الصقر توأمه طبعا اللي هو أخوه، خايف عليه منه لا يهاجمه ويموته. وبيرجع الصقر هابيل وبيكون طبعا مبسوط وفرحان لوكاس قوي برجوعه، وبعد كده بيفضل معاه على طول لفترة تانية وبيحاول يعلمه الصيد هو. وبيجي فصل الصيف وبيقول الراعي للوكاس انت لازم ترجع لبابا حسب اتفاقنا ولازم تعيش معاه. ودلوقتي الصقر بيعرف يصطاد لوحده، بيعرف يطير، وطبعا
مش هيرضى يعيش معاك، ولو أخدته يعيش معاك عند باباك غصب عنه وحبسته كده هيكرهك، لأنه مش هيعيش حياته بحرية زي باقي. بيقتنع لوكاس بالكلام ده، وبياخد الصقر وبيحاول يطيره عند الجبل، بس بيحطه في رجله طوق دهب عشان يعرفوا، وبعد كده يبقى يرجع. وبعد كده بيروح يعيش عند والده، وبيجي فصل الشتاء. وبعد ما بيجي فصل الشتاء بتلاقي البيوت كلها تلج، وهو طبعا مضطر يستنى لما التلج يسيح والصيف يدخل، وبعد كده يرجع مكانه تاني، لأنه بيعيش شوية عند والده وشوية في المكان اللي كان فيه قبل. وبيعيش في الغابة فترة الثلوج، وكل ما يلاقي فخ أي صياد عامله لأي حيوان أو أي طير بيفكه. طبعا مش عايز الصيادين يصطادوا أي حيوانات، لأنه طيب وبيحب الحيوانات والطيور. وبيجي في المشهد اللي بعد كده الصقر، إنه بيفتكر إن كان في كلب بيهاجمه، لما بيلاقي الكلب ده أو أي كلب تاني بياخده ويحاول يغرقه في المية. وبيجي لوكاس في المكان ده وبيلاقي ريشة من ريش الصقر، وبياخدها وبيفضل زعلان على أمل إنه يرجع له تاني. وبيبقى معاه أكل وبيحطه على صخرة عشان يغريه ويجي ياكل الأكل ده الصقر. ولكن اللي بيحصل إن بيهجم عليه ذئب، وفي فخ بيمسك في رجل الشخص ده اللي هو لوكاس، فبيسمع صوته الراعي، فبيجي يجري عليه وهو بيصرخ، وبيفك رجله من الفخ. والمشهد اللي بعد كده بيجي الصقر وبيبص على أخوه وبيشوفه هو طاير فوق في السماء. وطبعا أخوه ده اللي مامته ربته وأكلته وعلمته الطيران، وهو لوكاس اللي علمه كل حاجة. وبعد كده بيصطاد ظبي وبيهجم عليها أخوه، خانقوا مع بعض، بس الشيء اللي كان متوقع إن واحد منهم يموت التاني، وكل ده وبيبص عليهم الراعي، فبيلاقيهم إنهم كويسين مع بعض ومفيش حد هجم على التاني ولا موته ولا ضربه، أكلوا الفريسة مع بعض. وده شيء غير متوقع، لأن الراعي كان فاكر إن واحد منهم هيموت التاني. وبيجي لوكاس وهو بيلم هدومه وعاوز يمشي من المكان، فبيلاقي والده بيتخانق معاه، والشر بيكون مالي عينيه، إنه كان السبب في موت والدته، وإن هو اللي افتعل الحريقة في البيت، كانت بتحصل كده بسببه. وبعد كده والده جري وأنقذه، وبعد ما أنقذه ورجع عشان ينقذ مامته، طبعا بيفتكر كل ده لوكاس، بيفضل يبكي وينهار ويخرج تحت المطر، وبيفضل يجري تحت المطر وتحت الجو الصعب اللي بره ده، وبيبص بيلاقي الصقر وأخوه وبيفتكرهم بيتخانقوا مع بعض، وبيفضل يصرخ وبتنزل صخور، بس الحمد لله هو بيتفاداها وما بتقعش عليه. وبعد كده بيجي برق وبيغمى عليه بسبب البرق، وبيجي صقر من الصقور وبيفضل جنبه، بس لما والده بيجي بيطير بعيد. وبعد سنين وسنين فبيقول لوكاس لوالده: أنا مفتقد الصقر بتاعي قوي هابيل. فقال له والده: بالتأكيد ده مات، يعني هو لو حي كان رجع لك، مش هيقعد السنين دي كلها ما تشوفوش. فاتفاجئ طبعا وهو واقف بيكلم ابنه بحاجة جاية من وراه، فقال له: مد دراعك. فلقى الصقر وقف على ايد ابنه، ففرح طبعا ابنه قوي انه رجع له تاني، وفك الطوق اللي حوالين رجله له حريته، وسابه يطير ويعيش مع اخوه. كان والده بيبصله وهو مبسوط منه، لانه بعد ما ربى الصقر بعد عنه وسابه، وهو بروح مرحة سابه يبعد عنه، وبكده عايش مع والده مبسوط وسعيد. وده يعلمنا حاجة، إن مهما كانت شدة تعلقك بأي شيء لازم تعمل حسابك إنه ممكن. وبكده يكون الفيلم خلص، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس
واستنونا مع فيلم